بعد مسيرة كبيرة عملها المدرب الهولندي فرانك ريكارد مع برشلونة، وفجأة بعد تعثر في النتائج بيقرر مجلس الإدارة بقيادة إخوان لابورتا إنه يقيل الهولندي ويخرج علينا باسم مدرب جديد في سنة 2008 لشغل منصب المدير الفني لبرشلونة. محدش من الإعلام أو الصحافة وقتها كان يعرفه، والسؤال الوحيد مين هو المدرب ده، ويا ترى هيقدر يحقق إيه مع فريق كبير بحجم برشلونة. والاسم ده كان خوسيب جوارديولا، الشهير باسم بيب جوارديولا، ورجع لبرشلونة تاني التيكي تاكا والمكسب بأداء ممتاز وسيطرة. مش مجرد بس المكسب وخلاص، هو المدرب الوحيد اللي قدر يحقق السداسية مع برشلونة. هو اللي عمل اسم وتاريخ لنادي زي مانشستر سيتي، بعد ما كان فريق بيحافظ بس على التواجد في دوري الأبطال بقى فريق مرشح بقوة كل سنة للحصول على اللقب. هنتكلم عن المحطات الأكثر جدلا في مسيرة الفيلسوف الأسباني.